وتلتقون فيما يلي مع اللقاء الكامل الذي خص به سمو الأمير الحسن بن طلال القناة الأولى بمناسبة تسلم جائزة ابن رشد الدولية هذا اليوم بمراكش. اللقاء أجراه قيس محسن والإخراج كان لمحمد بداري. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم إلى ضيف خاص وفي مرحلة خاصة عربيا ودوليا، سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المنتدى أو رئيس منتدى الفكر العربي ورئيس مؤسسة البحوث والحوار بين الأديان والثقافات. أسس العديد من اللجان والمعاهد الأردنية والدولية، وهو عضو ناشط في العديد منها، ذو خبرات تراكمية عديدة كرجل دولة وفيلسوف ومفكر. أهلا بكم سمو الأمير. قبل الغوص معكم في محاور هذا اللقاء، نود أن نهنئكم بحصولكم على جائزة ابن رشد من أجل بعث أنسنة جديدة بمنطقة الحوض المتوسطي. إذا ما هو شعوركم بعد الحصول على هذه الجائزة والتي تعد بمثابة تقدير لمجهوداتكم التي ما فتئتم تقدموها خدمة لقضايا السلم والسلام، وكذا ما هي خصوصيتها بالنسبة إليكم خصوصا وأنتم تتسلمونها هنا بأرض المملكة المغربية؟ أوجه الشكر والعرفان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي رعى التواصل الثقافي في إطار من التقريب بين البحر الوسيط الذي نأمل أن يكون وسيطا بيننا وبين القارة الأوروبية. فأنا الفقير لرحمته تعالى أتيت من شرق المتوسط، كالبرتغال على سبيل المثال لسنا الدولة المحاذية للبحر تماما، ولكن جغرافيا وسياسيا عندما نتحدث عن انتقال الفكر، عندما نتحدث عن قصر هشام بن عبد الملك في منطقتنا، ونتحدث عن بركة الأغاربة في القيروان في تونس، نتحدث عن تواصل فكري. فهنالك دروب للتوابل ودروب للحرير، فأقول لماذا لا نتحدث عن درب للفكر المعاصر المبني على الجذور السليمة، ووجود الطرف الآخر معنا جامعة قرطبة في هذا اللقاء يذكرني في أننا في أيام الملك الراحل الحسن الثاني احتفلنا في تأسيس مؤسسة الثقافات الثلاثة تريس كولتوراس في إشبيليا في 92 من القرن الماضي. فعندما نتحدث اليوم عن ابن رشد أو ابن سينا والفارابي، أو نتحدث عن ابن ميمون، نتحدث عن تواصل أندلسي. فهذه ميزة لا بد من أن نعظمها، وأعتقد فعلنا ذلك في هذا الاحتفال المهيب اليوم. سمو الأمير، يعني هي أوقات تاريخية صعبة ومفصلية للعديد من الدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث تزداد التشنجات والاضطرابات وكذا سخونة الواقع. فبالنسبة إليكم سمو الأمير، كيف يمكن لجائزة ابن رشد الدولية أن تصبح وسيلة لنشر الحوار بين الثقافات والحضارات ونبذ كل أشكال الصراعات، وكذلك من أجل ترويج قيم الانفتاح والسلام والتسامح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كل من يتجه للقبلة بصلاته فهو مسلم، وأقول إن الحج بلا شورى ليس أمرا نحب أن يتكرر في الأعوام القادمة. نحن الذين التقينا في المؤتمرات والقمم الإسلامية دعونا للشورى بين المسلمين، وتحدثنا بالتأكيد بين المسلمين في العالم أن يكون هنالك تنفيذ للزكاة، للفريضة، للاهتمام في الفقراء والأقل حظا. هذا الشعار الذي نحمله اليوم. لو كان الزكاة بمفهوم الزكاة العالمية مفعلا في سبيل الله ولابن السبيل، أتصور حقيقة أن الخير عن كل إنسان في هذا الكون على هذه اليابسة. نتحدث عن العرب وهم ليسوا جميعا مسلمون كما تعلم،
ونتحدث عن المسلمون وهم ليسوا جميعا عرب. فأقول إن الانتقال من القول إلى الفعل المؤسسي أمر ضروري، وإلا بقينا على رحمة الآخرين. بعد دوفيل وعدونا في مبالغ هائلة لدول الربيع العربي لم نرى منهم قط أي إسهامات. اليوم نتحدث عن 20 مليون مقتلع في غرب آسيا وحدها. فمن يهتم في القدرة التحملية للدول المضيفة، الدول التي تتحمل الأسية اليوم، لبنان، العراق، الأردن، الدول المجاورة للكارثة في الساحة السورية التي تتحمل اللعب الإنساني، بالإضافة طبعا لدول غير عربية كتركيا. فهذا التكامل، هذا الاستقلال المتكافئ والمتكافل فيما بيننا أمر مطلوب، ولكن هنالك تغييب لرأي الجماعة. وهنا أقول إذا كان أمل في لقاءات إسلامية أخلاقية وليست مادية تعظم الجوامع وتحترم الفروق، هو الأمل الوحيد أمامنا اليوم. نعم، يعني في نظركم سمو الأمير، بالنسبة ما هي أهمية السلام في بالمنطقة في ظل السياق العربي الراهن بكل ما يحمله من حراك على مختلف الأصعدة والمستويات؟ السلام الأساسي المطلوب هو فيما بيننا نحن عربا ومسلمون. الخلافات القطرية والخلافات الإقليمية مستمرة، ونحن نتحدث عن السلام مع إسرائيل. الأمر حقيقة اليوم يتجاوز إسرائيل. الأمر هو أن هنالك فئات متطرفة في هذا العالم تسعى إلى تدمير الكون. رب البرية أمرنا في أن نطعمهم من جوع ونؤمنهم من خوف. فأقول أين التعامل مع الحاجة؟ الحاجة هي ليست فقط الجوع، هي أيضا المرض الذي نراه ينتشر في كل مكان. أنا رئيس للجنة استشارية للأمين العام للأمم المتحدة في قضايا المياه، وأرى 45 مليون مصري مهدد الآن في ارتفاع البحر الأبيض المتوسط. أرى 45 مليون إيراني مهدد في انكماش الطبقات الجوفية. أرى اللقاءات للصيرفة الإسلامية والصكوك في أوروبا، ولكنني لا أرى تفعيلا للذكاء العالمي. فأقول هل هنالك فقدان للإرادة العربية في أن نعم الحد الأدنى من الأمن والأمان أنحاء المعمورة في إطار الوطن العربي الذي نقلل من الحديث عنه اليوم، أو في إطار الأمة الإسلامية التي نقلل من الحديث عنها اليوم على أمل قيام خلافة كما يقولون بعض المدارس المتزمتة؟ دعنا نبقى في هذا الإطار سمو الأمير. بالنسبة لدور الحكومات والمنظمات من أجل ضخ نفس جديد في حل نزاعات عبر أنسنة الأولويات، كيف ترون هذا؟ أكبر دور ألوف مؤلفة من الشباب والفتيات الذين أسهموا في وضع ميثاق اجتماعي عربي، وصدر بالتعاون مع منتدى الفكر العربي الذي أتشرف بخدمته. وأقول إن الحكومات مع شديد الأسف لا تنظر لأولوياتها إلا بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أقول نحن بحاجة لميثاق اقتصادي يقيم بنك لإعادة البناء اقتصاديا واجتماعيا لمنطقتنا. البنك الدولي ذاته صنيعة الحرب الكونية الثانية التي كانت حرب أهلية أوروبية، ابتلينا بكل الاضطهاد الأوروبي نتيجة لحربين كونيين، وقاتلنا كمغاربة كعرب مشركين. في إطار هذه الحروب قسمنا واستعمرنا. أقول أليس الوقت الآن للحديث مع الحكومات كما نفعل الآن، كما يفعل الشارع الآن، عن تثليث العلاقة، رجال الحكم بشخوصهم ورجال الاقتصاد والاجتماع بشخوصهم كذلك، والمجتمع المدني والنقابات والجامعات، تفعيل المجتمع من خلال حركة جديدة
عقلانية موضوعية شفافة ومحاسبة، أمر في غاية الأهمية. نعم سمو الأمير، هناك مجهودات كبيرة تقوم بها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كدولة متحركة في المجال الدبلوماسي بهدف نصرة قضايا السلم والسلام، وأدوار مختلفة للمملكة في التدخل المباشر في عمليات السلام، فكيف ترون أنتم سمو الأمير هذه الجهود؟ أقول أن هنالك مقولة R2P اللي هي الحق في الحماية، وأقول في هذا المجال أيضا هنالك لغو ومزج ما بين R2P وحق التدخل الإنساني. فهنا أتفق مع الحكومة السويسرية على سبيل المثال الاتحادية التي تتحدث عن وجوب حماية الإنسان قبيل واستدراكا ومنعا لوقوع الأزمات. فمن هذا المنطلق أرى أن الوفد المغربي للمحافل الدولية وخاصة في تركيزه على أهداف الألفية الجديدة 2015 يأخذ في الحسبان أهمية الكرامة الإنسانية كالاستثمار الأكبر في موضوع الأمن. حق تقرير المصير على سبيل المثال أمر في غاية الأهمية، ولكن أيضا الحقوق الغير قابلة للتصرف والتي تحميها المملكة المغربية لدى شعوب أضيفت نتيجة لرفع الحواجز المصطنعة فيما بين المغرب. هنا نتحدث عن الصحراء على سبيل المثال، ونحن من الذين شاركوا في المسيرة الخضراء، وأنا الفقير لرحمته تعالى زرت دخلة والعيون، أدرك تماما أن استقرار هذه المنطقة كاستقرار مشرقنا العربي أمر لابد من أن يحسب على يد أبناء هذه المناطق. فأكبر الجهود الدبلوماسية الخارجية، ولكنني أقول فلنكثر من محاولات ترتيب البيت الداخلي العربي. نعم. بالنسبة للمغرب سمو الأمير كان على الدوام أرضا للحوار والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتي وضعها ضمن ثوابت الأمة المغربية، وأبرز دليل على ذلك هو ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة القدس والدور الكبير الذي يقوم به بيت مال القدس في التضامن مع الشعب الفلسطيني. فإذا سمو الأمير ما هو تعليقكم حول هذا المسار؟ أقول أن القدس السياسية موضوع الآن محصور في إطار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. القدس الدينية أمر يعنينا جميعا ويعني كل المؤمنين بالله الواحد الأحد، ولكنني أرى أن مفهوم البيئة هي الحسية والإنسانية، المادية والبشرية. فعندما نتحدث عن القدس كعاصمة نابضة لتطلعاتنا عربيا، لابد من إدخال الدور العربي الداعم للموقف الفلسطيني في مرحلة قريبة، ولأن هنالك لوم فلسطيني يوجه لنا جميعا عربيا في أنكم قصرتوا في حقوقنا. هل طلب منا أن نقوم بأكثر ما قمنا وقصرنا؟ أقول في هذا المجال إقامة وقفية تراثية للحفاظ على الأماكن المقدسة بكافة إسلاميا أمر في غاية الأهمية. وهنا أكبر حقيقة من مبادرات المغربية ببيت المال، وكنت تحدثت مع الأستاذ المدغري العلوي في الماضي عن هذا الموضوع. ولكن التكايا والسبل والزكاة والمساجد والمكتبات هذه ليست متاحف. كثيرا من هذه المواضيع لابد من بحثها، وتتطلب المسألة حقيقة حوار مسؤول ذو مضمون بعيدا عن العواطف وقريبا من قاعدة معرفية
شبه مفقودة مع الأسف في الوقت الحاضر في عالمنا العربي والإسلامي. نعم. سمو الأمير، دعنا نتجه قليلا نحو الربيع العربي وما عرفته الدول العربية من حراك في مختلف المستويات. بالنسبة للربيع العربي كانت له مجموعة من النتائج، منها من كانت في صالح الشعوب طبعا، ومنها ما أثمرت نتائج عكسية، ولعل أبرز ذلك هي القضية السورية. ففي نظركم سمو الأمير، ألم يحين الوقت لتغيير لهجة ولغة المجتمع الدولي تجاه هذه القضية؟ أقول أن الموضوع السوري موضوع عالمي ليس إقليمي ولكنه عالمي. الربيع العربي في تونس، في مصر، في اليمن قضايا موضعية إلى حد كبير، ولكن الموضوع السوري متعلق في تأسيس قوميات جديدة كالقومية الكردية على سبيل المثال. هنالك سؤال: هل ستظهر دولة كردية خلال الأعوام القادمة؟ إن ظهرت أو لم تظهر، ظهورها سيكون بطبيعة الحال على حساب الدول المجاورة. تركيا بطبيعة الحال امبراطورية قديمة عريقة، إيران كذلك، سوريا الآن تتشظى. يقول البعض أن هنالك 41 دولة عربية مقبلة، وبطبيعة الحال عندما تضع خطوط النفط والمياه والغاز فوق صورة التشظي العرقي والطائفي، ترى أسباب الخطوط الزلزالية السياسية التي تفرق بيننا. فأقول إن الموضوع السوري لابد من أن يكون بداية حثيثة نحو مؤتمر دولي للأمن والسلام في الإقليم. منذ فرساي لم يجتمع العالم للاستماع لرأي العرب. وهل هنالك رأي للعرب؟ نعم. سمو الأمير، يعني ما هي نظرتكم الاستشرافية لمستقبل السلام في المنطقة العربية وفي العالم عموما؟ نحن على مفترق طرق، إما مزيد من البلقنة والصوملة أو الاعتراف في أن التعددية تثري المسيرة، وهذا يتطلب هيئة حكماء لوضع تصور معاصر يواكب التحديات. نعم. كاستفسار أخير، هناك يعني العديد من الخبراء والمتتبعين للشأن الدولي يرون بأن النزاعات والصراعات القادمة ستكون حول الماء، وباعتباركم رئيسا للمجلس الاستشاري للماء والتطهير التابع للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ما مدى إمكانية إنشاء منطقة دولية للماء وربطها بالحقوق الكونية للإنسان؟ أدعو لذلك بكل حماسة. حقيقة سيناء الآن منطقة مائية، وربما الصراع حول شبه جزيرة سيناء والصحراء على سبيل المثال بسبب أنها على بحيرات من المياه، ليبيا كذلك. فأقول أن حماية هذه المادة الحياتية، وكذلك جعلنا من الماء كل شيء حي، أقول أمر في غاية الضرورة، ولكن في غياب الأولويات. هنالك 6 مليارات وما يقارب 7 مليارات إنسان يحملون الموبايل النقال، ومئات الألوف محرومين من الوصول إلى المياه العذبة. 2 مليار منهم محرومين نهائيا، والبعض الآخر لا يصل إلى استخدام المياه النظيفة إلا ربما مرة بالأسبوع. لا يبقى خلال الفترة من هنا ل 2030 لا تبقى طبقة جوفية غير ملوثة في هذا العالم. فأين الأولويات؟ هل التنمية والاستدامة مرتبطة بالكرامة الإنسانية أم مرتبطة بالكسب والنفع الذاتي؟ شكرا لكم سمو الأمير الحسن بن طلال، وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام. اللقاء الذي خصه سمو الأمير الحسن بن طلال القناة الأولى كان مسك ختام نشرتنا لهذا المساء. تذكروا الآن بأبرز ما جاء فيها من أنباء.